السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. اخواتي من مصر من خارج مصر، ما تحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي كلها كلام طيب. امان عليكم اللي يدخل معانا كده الفيديو يعمل لنا بقى لايك كده واشتراك في القناة عشان القناة تكبر وتنور بيكم كمان وكمان، وهي طبعا منورة باصحابها كده. ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين، واجعل كل رعاية من حظكم ومن نصيبكم، وما تحرمش منكم ابدا. طبعا انتوا شايفين بقى المطبخ مقلوب بقى عامل ازاي، شايفين بقى حالته صعبة قوي. شوفوا الترابيزه والرخام وكل حاجه، بس ان شاء الله في دقايق هنخليها فل شمعة منوره كده. طبعا اول حاجه كده ببدا انا كده الترابيزه والرخام كده في المطبخ، بحيث اي حاجه مكتبه كده نشيلها بقى كده نحطها بقى في مكانها كده، نخلي المطبخ بتاعنا رايق كده وجميل. وبسم الله الرحمن الرحيم. ببدا كده بالحاجات اللي هي البسيطه اللي ما تاخدش بالي منه وقت كده، بحيث ان انا انجز بقى اليوم بتاعي كده والمطبخ كده يروح معايا. نحطها بقى كده بحيث ان ننجز بقى الوقت كده على طول. تمام كده كده يعتبر خلصنا الناحية دي، بس هنمسحها بقى ان شاء الله. في اخضر اهوت هطلعه على بعضه كده. بصوا نعرف بقى السلس الجميل دوت. شوف السلس الجميل ده بخضرة جميلة كده، بنجيبها من الورد بتاعنا، يعني ما شاء الله جميلة جدا. انما الخس ده شاريينه، بس في خس تاني مزروع في الغيط اما اروح اوريهولكم. انما السلس دوت من الورد بتاعنا. دي بقى الفطرية بعملها كده بالخضار كده تمام. والفول اخضر اهوت، شايفين ما شاء الله الخير بقى جامد جدا ازاي. بصوا انا بس متازي كل حاجه كده على الرخامه. ما شاء الله لسه في خضار تاني. بصوا بقى الخسالة كده بعد الفطار كده وبعد الصلاه كده بتاع التراويح، طبعا نقعد نقنع كده في خاصيه كده جميله جميله جدا ما شاء الله. بصوا نرمي الخضار كله في طبق واحد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الطبق كله في طبق واحد. فوق دي بحطها بقى كده على بتاع الفواطر جنب كده، اللي معروفه ان هي بتاعت الخضار. برضه في حاجات عايزه تدخل الثلاجه. بصوا يعني بروق الحاجات اللي اقدر اعملها كده، بحيث ان تخلي المطبخ بتاعنا رايق كده وما ياخدش مننا وقت في التنظيف يعني. طمنا عليكم كده عاملين ايه؟ ما تحرمش منكم وربنا يرضيكم بكره يفتحكم ويبعد عنكم كل شر يؤذيكم، امين يا رب العالمين. ويا رب كده دايما دايما منورين الدنيا كده معايا، وما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا. بصوا احنا لو نضفنا المطبخ كده مع بعض يبقى عملنا انجاز كبير والله. ده اصلا المطبخ مش شايفين كان مكركب ازاي وحالته صعبه قوي. بصوا خلاص هنفتح. اهم حاجه عندي المطبخ هنبدا خلاص بقى، شايفين كده نشيلها بقى عندي. اهم حاجه ان احنا ننجز اللون بتاعنا كده.
انتوا عارفين ان الشبكه عندكم ما تخلوش ليك ابدا. احط بقى الصينيه الملوخيه هحطها على جنب هنا. بصوا الله يبارك بنضيف معانا. لا ان شاء الله شويه شوربه. كده ايه الزلمه نضفناها مسحه بقى بالخامه كده ونخليها فل عشان النوار. بس مش عارفه بقالنا قد ايه كده بصور. الحمد لله لسه في الامان يعني. ما بحبش اطول الفيديوهات اصلا ولا بحس ايه ان بتبقى طويله ومحدش يعني بيشوف الفيديو. بحاول اخلي المده بتاعت الفيديو قصيره. بحاول اخليها قصيره كده على قد ما اقدر. هي كده نبقى المطبخ بتاعنا. لكن صبايا كده تمام. شايفين اصلا بقى الاقي ازاي جميل. بسم الله. بقى المقشه السمره اللي انتوا عارفينها ديت اللي هي السلك ديت اللي هي الخشن اللي بتنضف ايه اللي هي الارضيه بتاعت اللي هي السلك. بسم الله. والله مسحنا واخر كده كده ده خلاص اصلا. نخلص ده كده اصلا. بسم الله. طبعا مش مستاهل ان انا اشيلها لان انا ايه لان ده نضيف اصلا. ما شاء الله اللهم بارك. في دقايق الزبده تنضف معانا. احط بقى ايه مسكناها ونبدا بقى ايه بقى في الجنب دوت. شكرا لكم وشكرتوني. مش حاجه ولا ايه. انا بقى الحب بقى كده في دقيقه ما ياخدش وقت خالص. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك. نضيف معانا اهوت ونحط خالص. قولوا لي بقى ايه رايكم بقى كده. ما خدش مني وقت خالص كده. في دقيقه كده خلصنا بقى المطبخ كده وروقناه. ما خدش مني وقت خالص. شايفين رايق زبون جميل زي الفل. بسم الله. امنها عليكم بقى لايك كده واشتراك في القناه عشان تكبر وتنور بيكم وما تحرمش منكم ابدا. دايما زي ما بقول لكم انتوا دايما في قلبي وعلى راسي كده من فوق. ما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله. بصوا انتوا عارفين غصب عني اصلا النفس وكده. ما تحرمش منكم ابدا. امنها عليكم لايك واشتراك في القناه في حفظ الله. مع السلامه.